إخواني أخواتي، مرحبا بكم وسهلا وهلا. في حلقة ثانية من حلقات الكلام السابق لمثل الحساني لمؤلفه الأديب اليزيد السالك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة من حلقات الكلام السابق المثل الحساني لمؤلفه الأديب والشاعر الكبير يزيد السالك. نوجه تحية خاصة لأديبنا وشاعرنا الكبير يزيد السالك، ومرحبا بكم وسهلا وهلا كاملين وكاملات كلها باسم وراني مرحب بكم في بداية حلقتنا اليوم من الكلام سابق المثل الحساني. بسم الله على بركة الله. انتهينا ذاك النهار، انتهينا في الحلقة الماضية عند ذا المثل اللي يقول يقاد الجهد والتخمام. المعنى الأول للمثل أمنادم ذاك الله يعدل من شيء لا بد له منه، يقاد فيه جهد وتخمامه، يحوز الله اللي قد يتحمل، ويعزل الله اللي قد يرفد، ويقطع الله اللي قد فمه، ويتكلى على الزر لمونه كلو، ويرفد الله اللي عاتن على خلاصه، ويدين الله اللي قد يخلص، ويعاند الله اللي قد يغلب عليه، ويتافق الله اللي قدو واللي أخير منه في المعنى، ويقاد الجهد والتخمام. يقول المؤلف قاف مضمن فيه ذا المثل، يقول حد اليوم بعقله منزوز يعود ماله، وبسره وعلى زره يتكي ويحوز الزره ويعود في زره. حد اليوم بعقله منزوز يعود ماله، وبسره وعلى زره يتكي ويحوز زره ويعود في زره. مرحبا بكم وسهلا وهلا إخواني أخواتي، مرحبا بكم كاملين وكاملات في ذا المباشر اللي نتناولوا فيه في ذي الحلقة من كتاب مؤلف اليزيد السالك الكلام السابق المثل الحساني. المثل الثاني يقول اقطع الواد الفرفوري ولا تقطع الواد السكوتي. اقطع الواد الفرفوري ولا تقطع الواد السكوتي. اقطع الواد الفرفوري ولا تقطع ولا تقطع الواد السكوتي. المعنى الأول للمثل يقول لا سمحوا لي الشبكة ضعيفة عندي حقيقة، يا غير بعد لين نحاول يا كاننا. قلنا يقول المثل اقطع الواد الفرفوري ولا تقطع الواد السكوتي. اقطع الواد الفرفوري ولا تقطع الواد السكوتي. المعنى الأول للمثل أخير فيك تقطع الواد الفرفوري اللي سامع حسه من بعيد يدغفق، واللي تشوفه ذاك هو جاي يكركب الحجار وينتق الصدر. ولا تقطع الواد السكوتي الساكن ما هو الساكن ما تسمع له حس، ذاك لا يعود غارق وعميق وخطير. واقطع الواد الفرفوري ولا تقطع الواد السكوتي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إخواني أخواتي، راني مرحب بكم جميعا كاملين وكاملات كلها باسمه، والله اللي مرحبا وسهلا وهلا بالجميع. قلنا المثل يقول اقطع الواد الفرفوري ولا تقطع الواد السكوتي. المعنى الأول للمثل أخير فيك تقطع الواد الفرفوري اللي سامع حسه من بعيد يدغفق، واللي تشوفه ذاك هو جاي يكركب الحجار وينتق الصدر. ولا تقطع الواد السكوتي الساكن ما تسمع له حس، ذاك لا يعود غارق وعميق وخطير.
واقطع الواد الفرفوري ولا تقطع الواد السكوتي. الكلام السابق المثل الحساني لمؤلفه الأديب اليزيد السارق. المعنى الثاني للمثل هو أن تتفق مع رقاص طبعه شحيح واخلاقه ضيقه وصكاك وعارف صنعته وعارف كيفاش تتعامل معاه وترضيه، ولا رقاص سكوتي ما هو كلام وبلا مخالطة مع حد وديما وديما مزمزم ما انك عارف ايش عنده ولا تقد تفهمه، وخير فيك لا تقطع الواد الفرفوري ولا تقطع الواد السكوتي. هذا المعنى الثاني للمثل. مرحبا بكم، الله الا مرحبا وسهلا ووهلا بكم كاملين وكاملات يا اخوان اخوات، راني مرحب بكم جميعا كلها باسمه، والله الا مرحبا وسهلا ووهلا. احنا اليوم نتناولوا في ذي الحلقه المثل الكلام السابق، المثل الحساني لمؤلفه اليزيد السارق. مثل ثاني يقول اقطع تنهاب. المعنى الاول للمثل خلي الناس الماهي قدرك اللي اقل منك على زر تتركك وتحترمك وتعود ماضي وحرص وزاعم وصارم وصريح ومسقم تنهاب تعود الناس خايفة منك وهايبتك، واقطع تنهاب. اقطع تنهاب المعنى الاول للمثل خلي الناس الماهي قدرك اللي اقل منك على زر تتركك وتحترمك وعود ماضي وحرص وزاعم وصارم وصريح ومسقم تنهاب تعود الناس خايفة منك وهايبتك، واقطع تنهاب. من الكلام السابق المثل الحساني. المعنى الثاني للمثل اشري وقرك ولا تطايح للناس في اليدين وترفع ونزه راسك على الأمور ما هي نافعة وخلي راسك تغلى. وإذا عاد يسال فيك دين خلصوا بعد من الباقي لا يبقيك، واقطع تنهاب. من الكلام سابق المثل الحساني. نقيسوا مثل ثاني يقطع القلب بالربعة. المعنى الأول للمثل إن ذا من آدم ما عنده شيء حال عليه الجيفة مزلوط ضعيف محتاج يقطع القلب بالربعة. مثل ثاني اقطع قد فمك. اقطع قد فمك. مرحبا بكم وسهلا وهلا. ما التعاليق ما هي ظاهرة لي. موالي صاحب الزر. الله أكبر. تعاليقكم ما هي واضحة لي حتى حقيقة، يا غير بعد شاكركم ومرحبا بكم كاملين، والله إلا مرحبا بكم كاملين وكاملات، مرحبا بكم وسهلا وهلا. اقطع قد فمك. المعنى الأول للمثل اقطع اللا قد اللي لاهي، اقطع اللا اللي تقد تدير بفمك وتمضغه وتسرطه، وإذا ما عدل ذاك لا تغص وتشد الناس أخبارك. اقطع قد فمك. المعنى الثاني للمثل
اقطع اللال تقد ترفد وتلاحق لأهلك وخيمتك وبلك وورعة واحرص اللال تقد تقوم وتسلك وحوز اللال اللي جابر معناه اللي جابر معاه العافية وجاور وتافك ونزل اللاعلى اللاعلى يقد يوافقك وينفعك ويعذرك ويصبر عليك ويفهمك وتفهمه واقطع قد فمك. مرحبا وسهلا وهلا بكم جميعا إخواني أخواتي، أراني مرحب بكم كاملين ومرحب بكم كلها وحده. إحنا نتناولوا في ذي الحلقة اليوم نتناولوا من كتاب الأديب اليزيد السالك لكلام سابق المثل الحساني. اقطع قد فمك المعنى الثاني للمثل اقطع اللال تقد ترفد وتلاحق لأهلك وخيمتك وبلك ورعة واحرص اللال تقد تقوم وتسلك وحوز اللال اللي جابر معاه العافية وجاور وتافق ونزل اللاعلى اللي قد يوافقك وينفعك ويعذرك ويصبر عليك ويفهمك وتفهمه واقطع قد فمك. نقيسوا مثل ثاني، يكفي القدحة على فمها لمرأة تشبه أمها. يكفي القدحة على فمها لمرأة تشبه أمها. تفسير للألفاظ: القدحة جمع قدحات، اقدح يعدل من الخشب ينشرب فيه. المعنى الأول للمثل أن الطفلة اللي رباتها عليه أمها واللي كانت أمها تعدل لا يتعدلوا صالح والله خاسر، تقلدها في كل شيء، في كلامها وفي حركاتها وسكناتها وفي طبعها وفي سلوكها، ولا اللي شافتها تعدل لا يتعدلوا. اللي شافتها تعدل لا يتعدلوا وتحكم بيه وتمشي عليه، ولاك في القدحة على فمها لمرة تشبه أمها. نقيسوا مثل ثاني: إلى شامت الأعراب كون أول لا تكون أعقاب. إلى شامت الأعراب كون أول لا تكون أعقاب. والله اللي مرحبا بكم وسهلا وهلا إخواني أخواتي جميعا، أراني مرحب بكم ومعتذر للي كامل اكتب تعليق، أراني التعليق ما هم ظاهرين لي، أراني بعد مجاوبكم جميعا واعذروني، مع ان قاع المعذور ما هو فراحة يا غير بعد أنا طالب منكم السماح. مرحبا بكم وسهلا وهلا. إذا شامت الأعراب كون أول لا تكون أعقاب. المعنى الأول للمثل: معنى الألفاظ تشوم الحية الماشية، خصوصا البل تغادر البلد اللي كانت فيه إلات مقفة وتماحلة ونجدب ومات لفيه شي توكلو وقل ماه ومرعاه، تهاجر وتقيس أرض بعيد عيات تعود قط راتها خضرة وقط عطنت على حسيانها. والأعراب هي من القبائل العربية اللي قط اشتدت أخبارها في الفات، غير ما هي العين عليها ضرك. والمقصود هون هي الناس البيضان اللي كانت تتهاجر وترحل وتمشي عن البلد اللي كانت فيه وتقيس تراب ثانية بعيد من ذاك البلد اللي كانت فيه، وإذا تباركت مع شي أراه ولا بفايته وشي خلاوه عنهم لا يخلى، وإذا قاسوا بلد يدور لا يصلح ويزيان، وإذا توجهوا الشي تقيسوا الناس، وإذا استاخروا عنه وإذا شامت الأعراب كون أول لا تكون أعقاب. من الكلام السابق المثل الحساني. إذا شفت الجر
راه ولا على ثروشي. لا شفت الجر راه لا على ثروشي. المعنى الأول للمثل، لا شفت الكهولة والناس الماهي قاعدة تمشي تنجر شور بلاد راه ولا فيه الفائدة والثمرة والغلة والخير. أمال ما تنجر شورو وتقيسو. المعنى الثاني للمثل، لا شفت الجر اللي هو البط والتمرميد والإهانة راه ولا على شيء. لا شفت الجر الموت الياسر راهو بسبب شي خطير. وإلا شفت الجر راه ولا على ضرو شي. نقيسو مثل ثاني دائما من كتاب الكلام السابق، المثل الحساني لمؤلفه ليزيد السالك. مرحبا وسهلا وأهلا بكم جميعا كاملين وكاملات، راني مرحب بكم والله. الا مرحبا وسهلا وأهلا بالجميع. نقيسوا مثل ثاني. مثل ثاني يقول اللبن ما ينشك فيه. المعنى الأول للمثل، اللبن هو أزين شيء يقدم للضيف ولا يشوف ورقاش ما استبشر ومطلص وجهه وحلو وبرك، وأطيب شيء في الدنيا هو اللبن، لونه أبيض وطريقه بيضة ومباركة، والبياض شوي يشيبوا. ويقولوا العرب إن البياض قليل الحمل للدنس. إن البياض قليل الحمل للدنس. مرحبا بكم وسهلا وأهلا، مرحبا بكم كاملين وكاملات. وراني معتذر لإخوان والأخوات اللي كتبوا تعاليق بهم، اللي التعاليق ما هم ظاهرين لي. ذاك هو البية ما تفاعلت معاكم، يا غير راني بعد متفاعل معاكم جميعا. قلنا يقول المغني مؤلف الكلام السابق، يقول مضمن المثل، يقول قولوا الولفي لا تتماضى. قولوا الولفي لا تتماضى في اللفظ مع حد محوبس. قولوا الولفي لا تتماضى في اللفظ مع حد محوبس، وقولوا لها إن البياض قليل الحمل للدنس. قولوا الولفي لا تتماضى في اللفظ مع حد محوبس، وقولوا لها إن البياض قليل الحمل للدنس. هذا قاف للمؤلف في تضمين المثل. واللبن ما ينشك فيه به اللي ما فيه الشك. المعنى الثاني للمثل ان اللبن اللي هو الدم، لهل لخوت اولاد العم الاولاد، ما انك لا يتشك في الشيء لا يعدلوه لك ما هو زين عندك، والله ظن انهم يقدوا يعدلوا لك شيء ما هو في مصلحتك، بيهم اللي هم الله يمتنوا عينك ويستروا عيبك، وهم اللي مخلين الناس هايبتك. وإلا التحقت لا يترى الله لك، وإلا نظلمت لا يدافع عنك الله لك، وإلا مرت لا يتراهم، وإلا فصلت والتحقت لا تقيسهم، واللحمة إلى خنزت يرفدوها الله لها. وذاك اللي باللبن ما ينشك فيه. مرحبا وسهلا وأهلا، الله إلا مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكم كاملين ومرحبا بكم كاملات. البس من مكاية. تفسير للفاظ المكاية البصلة. المعنى الأول للمثل، ذا من آدم لباس يطابق اللباس يلبس منه شي فوق شي، البس من بصلة، وهي عيني فكر من باسها. والله الباس دائما مصقول وزين ومتنوع، والبس من مكاية. مرحبا بكم وسهلا وأهلا يا إخواني أخواتي، والله اللي مرحبا بكم جميعا، راني مرحب بكم جميعا كلها باسمه. العب معجرة يلحس فمك. العب معجرة يلحس فمك. معنى الألفاظ الجرة واحدهم جرو أولاد الكلب الصغار، الحيس باللسان، واللي يلتحس
في الغالب يعود قليل ولا يزدي الشيء الملاه. المعنى الأول المثل حد إحدى راسو ودنكس على الجرة، أقل شي له يعدلولو يلحسو فمو وينسوه ويخنزوه والعب مع الجرة يلحس فماك. المعنى الثاني للمثل ان اللي قرن الراس مع حد اصغر منه السن لا يدصر عليه ويسفه عليه وما هو لا يستفاد منه بشي به اللي يشير صغير في السن. ولا شافتوا الناس قارن الراس معاه لا هي تحقره وتقطع المول منه. وتفاق تباسكه والهنسوكه وتانوس وسولاهي يورث وسو. وتفاق تباسكه والهنسوكه وسو لا هي يورث لك لا الخطي والرزيه والعقره وطريح الدرجه والرقه والندم. واللي قرن الراس معاهم لا هي يلحقوه بطيشهم وبدسارتهم ويلعب مع الجرة يلحس فمه. مرحبا بكم وسهلا وهلا يا اخواني اخواتي. الله اللي مرحبا بكم جميعا. اراني مرحب بكم جميعا كلها باسمه. ام بكر التخمام. المعنى الاول للمثل الفكرة الاولى اللي تخطر على البال. ام بكر التخمام. ام بكر التخمام. المعنى الاول للمثل الفكرة الاولى اللي تخطر على البال. نقيسوا مثل ثاني. ام التوامة اللا تسابق. ام التوامة اللا تسابق. تفسير للفاظ التوامة اللي شاسرة اللي يخلقوا في وقت واحد من ابطن واحد. تسابق تدفع بين ذا الشير وذاك. المعنى الاول للمثل ان المتاومة المخلي اكثر من الشير ما هي فراحة ولا هي متمونكة ولا ترقد ولا تستراح بيها اللي شاسرة. هذا خاصه يرضع وذا خاصه يبدل لباسه وذا خاصه يدفئ به السمر والله يلبط له لعادوا حاكمين الضلوع. وذا قال له ينقلع عنه لغطة لا ينصقع وذا يبكي ما معروف شنبكيه. وذا ارقد قال له ينعرف له شي وذا من كيف النوع قال له تعاون ينصهر معاه. ام التوامة الا تسابق. نقيسوا مثل ثاني. مكرع في الشراب. مكرع في الشراب. معنى الألفاظ مكرع مدنكس يشرب. عفوا يا إخواني أخواتي. مكرع في السراب. مكرع في السراب. مكرع في السراب. معنى الألفاظ مكرع مدنكس يشرب. السراب شي ينشاف نهار الحرقة من بعيد يشك انه العطشان ما. المعنى الأول المثل ان حد يسافر ويخاطر براسه لبلاد بعيد منه ولا يعرف في حد وظان عنه لا يرى غايته فيه وهو بلاد خالي واهله جياع ويصوعوا الضيافين. ذاك من ادم تخمام ويقد يعود ما هو جايب له شي. والشايف لا السراب. والسراب لا شي ما خارج منه شي ولا ينقاس والمعول عليها لا مكرع في السراب حق بعد. المعنى قلنا المعنى الأول للمثل المثل اللي هو مكرع في الشراب. مرحبا بكم جميعا يا إخواني أخواتي. أراني مرحب بكم جميعا كاملين وكاملات. والله ألا مرحبا بكم سهلة ووهلة. حضوركم في المباشر يسعدني حتى. قلنا مكرع في السراب. معنى الألفاظ مكرع مدنكس يشرب.
الصراب شي ينشاف نهار الحرقة من بعيد يشك انه العطشان ما وهو لا صراب. المعنى الأول المثل حد يسافر ويخاطر براسه لبلد بعيد منه ولا يعرف فيه حد، وظن عنه لا هي غايته فيه، وهو بلد خالي واهله جياع ويصعود ضيافين. ذاك من آدم تخمامه يقد يعود معه وجايب له شي والشايف لا الصراب، والصراب لا شي ما خارج منه شي ولا ينقاس ولا معول عليه، لا مكرع في الصراب. المعنى الثاني للمثل ان حد يسمع كلام من حد ما هو زقي ويعول عليه، والله هناه من مسله يجيبها له لا بد له منها، والله ركب فيه غاية وهناه منها وهو معروف انه كذاب ولا يلقي، ويتم يحانيه ومخصر همه على ذاك ذاك من آدم لا المكرع في الصراب مع لا مكرع في الصراب. هذا هو المعنى الثاني للمثل. نقيسوا مثل ثاني من كتاب الكلام سابق، المثل الحساني. مع من شفتك شبهتك، مع من شفتك شبهتك. اللي شافتك الناس متفق معاه يشكوا على انك كيفه. مع من شفتك شبهتك، مع من شفتك شبهتك. المعنى الاول للمثل اللي شافتك الناس متفق معاه يشكوا على انك كيفه. نقيسوا مثل ثاني، ام اللحمه ما فيها رحمه، ام لحمه ما فيها رحمه، ام لحمه ما فيها رحمه. المعنى الاول للمثل الامراه على قد اللي يعدل لها الراجل من شي صالح يعطيها جهده وعرق نواظره ويملكها حيوانه ويشيخها فيه ويخسرها ويبلغها ويديرها على راس عمامته ويكبرها لها ويرفدهم منين تترفد عنه، وتطير عينها شو الراجل ثاني يعملوا رويخي ومزلوط، تنسى ذاك كامل اللي كان يعدل لها من شي صالح، وتقوم ماشية عنه ما لا تتلفت عليه ولا تسول عنه ولا تعرفه ولا تذكره على طرف لسانها ولا ترحمه به. اللي ام لحمه ما فيها رحمه ولا هم سياني بطبيعه الحال. خالق قاف يقول ما هم سياني العدايات والرجال يسواني، ما هم سياني ونهارات مولانا، ما هم سياني العدايات والرجال يكواني، ما هم سياني ونهارات مولانا، ما هم سياني. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني اخواتي جميعا. اراني مرحب بكم كاملين وكاملات، والله اللي مرحبا وسهلا واهلا بكم جميعا في ذا المباشر، وسعيد حتى بتواجدكم في ذا المباشر. به اللي تواجدكم الله هو اللي لا يشجعنا انتم مستمرين في ذا النوع من الحلقات، بهم اللي حقيقة حلقات يستفاد منهم. والكلام سابق المثل الحساني اعطى فيه مؤلفه اللي هو اليزيد السالك، بذل فيه مجهود كبير، مجهود يذكر فيشكر. امشي بين اقسى وليان، امشي بين اقسى وليان، والله خفى والله باط حفى وليان. المعنى الاول للمثل ان لا تعود شحيح حتى واخلاقك ضيقه، تنفر الناس منك وتكرهها فيك، ولا تعود مولي هي قباله وحلو تبتلع وتنطفق. امشي لك بين وبين، لا تشتت
حيوانك وتبذره وتخسره به اللي الإسراف نتيجته خطيرة، تخليك محتاج مزلوط فقير. والحل هو امشي بين قسى واللين، امشي بين قسى واللين. نقيسو مثل ثاني، امشي بنعالة لين ترى الصباط. تفسير الألفاظ: النعايل مفرد نعالة، الرباط اللي يجي في الكراع، والنعايل كانوا يعدلوا من جنبة البل. المعنى الأول المثل: امشي بنعالة اللي ما هي مغطية الكراع كانت كاملة. يقد يدقك شي من زريانها كيف الشوك والحجار، ويقد يعضك شي مولي. والنعالة ما تدفي الكراع، عكس الصباط اللي ارباطه يعود ما هو قديم حتى يا غير يحفظ الكراع ويدفيها وقت البرد. والبلا بيه يمشي بنعالة لين يرى الصباط حاقبه. هذا هو معنى المثل الأول. المعنى الثاني للمثل إن منادم يعدي بالعنده والتحت يده واللي يملك من شي لين يجبر ذاك العين عليه واللاحق أخلاقه، ويصبر ويمشي بنعالة لين يرى الصباط. مرحبا بكم وسهلا وهلا يا اخواني يا اخواتي، راني مرحب بكم جميعا، والله اللي مرحبا وسهلا وهلا بكم في البث المباشر من ذي الحلقة من حلقات الكلام سابق، المثل الحساني لمؤلفه الأديب الشاعر الكبير اليزيد السالك. تحية خاصة لليزيد السالك. نقيسو مثل ثاني: امين تربح ومين تقمح. امين تربح ومين تقمح. امين تربح ومين تقمح. معنى الألفاظ: امين طلب وتوسل الملانة ودعوة للخير وللشر، ومنين يتبايعوا ويشراوا اثنين ويترضاوا في الثمن والمقابل ويتمضاوا فيه. يقول واحد منهم الواحد الله يربح، يقول له الثاني امين. يربح بمعنى سلعته ربح، بمعنى سلعته تمشات وراجت وانباعت بالعجلة وطايرت بها الناس وكثر عليها الطلب وربح مولاها في ثمنها. ثالثا اقمح بمعنى افلس، بقات سلعته مطروحة ما ساومها حد ولا سول عنها حد وبارت. ومين تربح ومين تقمح. اقمح بمعنى افلس، بقات سلعته مطروحة ما ساومها حد ولا سول عنها حد وبارت. ومين تربح ومين تقمح. للإشارة إخواني أخواتي، للإشارة كتاب الكلام سابق المثل الحساني، كاتبه مؤلفه باللهجة الحسانية، وهذه حقيقة سابقة. أنا بعد شخصيا ما في علمي ولا قد طالعت على يكون مثلا الغنى حق به اللي الغنى لابد أن يكتب له بالحسانية. عيني على كتاب مثلا ما فيه المنظوم، هذا بعد حقيقة سابقة. جزاه الله خيرا أدي بن اليزيد السالك، بذل فيه مجهود كبير، مجهود يذكر فيشكر.
نقيسوا مثل ثاني: الصبر يدبر. الصبر يدبر. معنى المثل: الدبرة هي جرح الدابة اللي تسبوا الحمولة الكبيرة والثقل على ظهرها. ومن أسباب الدبرة الصبر على المسائل الثقيلة والمكلفة اللي تتخطى الحد، ذاك يدبر. والصبر على الإهانة والرقة، برام ورقة والحقرة، ذاك يدبر. والصبر عنده حدود لا بد من يوتقف عندها، يشماه الصبر على الأهل والذرية والأقارب والمرضى والضعفاء، ذاك واجب لا بد منه. وعلى غير ذلك الصبر يدبر. مرحبا بكم وسهلا وهلا يا اخواني اخواتي، والله اللي مرحبا بكم وبتواجدكم الكريم. راني مرحب بكم جميعا كاملين وكاملات كلها باسمه. نقيسوا مثل ثاني: الصبع الموالف الركوك. الصبع الموالف الركوك أعوج. الصبع الموالف الركوك أعوج. تفسير للألفاظ: الركوك براء رقيقة، شي من الدقيق يزمت بتفخيم الزيت، يزمت بالماء ويقد يعود ما هو ياسر حتى. المعنى الأول المثل اللي والف الركوك بمعنى المد والمعطى والرشوة والمقابل، لا يعود طماع حتى ولا يعود هاتر حتى على الشي يقبضوا يعملوا ما هو لا حق عليه ولا يعود أعوج حتى وميال على ذاك اللي يعطيه الشي، ولا عنده خو ولا صاحب ولا قريب ولا جار، يسماه ذاك اللي شايف فيدو شي لا يعطيه له. والصبع الموالف الركوك أعوج من الكلام سابق لمعنى المثل الحساني. نقيسوا هون مثل ثاني يقول: أعرف قدرك. أعرف قدرك. مرحبا وسهلا وهلا، والله إلا مرحبا وسهلا وهلا. أعتذر لكم يا إخواني أخواتي إذا ما جاوبت على التعاليق بيا، ما هم واضحين لي حتى لا ذاك هو البيا. يا غير بعد راني شاكركم حتى ومرحب بكم كاملين والله، ولا تحتاجوا قاعد يرحب بكم بكم اللي انتم أهل الدار. والله إلا مرحبا وسهلا وهلا بكم جميعا. قلنا أعرف قدرك وقعد دونه. أعرف قدرك وقعد دونه. المعنى الأول المثل: تواضع والبال ولا تتظاهر بأنك شايط الناس بشي. لتواضعت تواضع والبال ولا تتظاهر بأنك شايط الناس بشي. لتواضعت وحضرت راسك وانت من أهل الشموخ ومن الأفاضل، يدور لا يعلى قدرك وتشرف وتحترم وتقدر وتمون وتسيخ. من تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه. ورحم الله من عرف قدره وجلس دونه. اثبت واستعقل وتكايس واعرف قدرك وقعد دونه. حاقبة. هذا معنى المثل. نقيسوا مثل ثاني: اعطيه اصبر يطام ذراع. اعطيه اصبر يطام ذراع. شرح الألفاظ: الطام الشيء بمعنى حاص بالعزلة ما كان معطيله. حاصه بالعزلة ما كان معطيله. اعطيه اصبر يطام ذراع. اعطيه اصبر يطام ذراع. شرح الألفاظ: طام الشيء بمعنى حاصه بالعزلة ما كان معطيله. المعنى الأول المثل: ان خالق من الناس الطماع حتى ولا تقربوا توحل معاه. إذا أعطيته شوي
يعقب لا يقلع منك شي ما كنت عاطيه له. وإذا قعدت على الحصيرة القدامية لا يتم لا يستاخر إلين يلحق الحصيرة البرانية، ويعقب لا يمرقك خيمتك وبيتك، ويعقب لا يمرقك خيمك وبيتك وبلك، واعطيه سبر يطام ذراع، يعطيه سبر يطام ذراع. المعنى الثاني المعنى الثاني للمثل، إلى عدت لي مقامك كبير ومحترم وفضيل، مقامك كبير ومحترم وفضيل، ودنكست على اللي أقل منك قدر والله صغر منك سن، وأعطيته وقت وتواضعت له لا يعقب لا يتصر عليك ويستفى عليك، لأنك أعطيته اصبر والطامة ذراع. مرحبا وسهلا وهلا، الله الا مرحبا، والله الا مرحبا وسهلا وهلا بكم جميعا. اراني مرحب بكم، مرحبا بك صحراويه، والله الا مرحبا وسهلا وهلا، الله الا مرحبا، اصل مرحبا وسهلا وهلا، مرحبا بالجميع. حضوركم الكريم يسعدني حتى، الله الا مرحبا بكم جميعا. ليه نرجعوا للمثل اللي يقول الصبع لمالف الركوك اعوج، الصبع لمالف الركوك اعوج. تفسير للفاظ الركوك ابراء رقيقه، شي من الدقيق يضمت بالماء، شي من الدقيق يضمت بالماء تفخيم الزي، ويقد يعود معه ياسر حتى. المعنى الأول للمثل، المعنى الأول للمثل اللي والف الركوك، معنى المد والمعطى والرشوة والمقابل لا يعود طماع حتى، ولا يعود هاتر حتى على شي يقبضه، يعملوا ما هو لاحق عليه، ولا يعود أعوج حتى وميال على ذاك ليعطيه شي، ولا عنده أخو ولا صاحب ولا قريب ولا جار يسماه ذاك اللي شايف في يده شي لا هي يعطيه له، والصبع لمالف الركوك أعوج. والله الا مرحبا وسهلا وهلا، راني شاكركم، والله الا شاكر صحراوية حتى الله يطول عمرك، الله يطول عمرك ان شاء الله، والله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك ان شاء الله. اصل وخيرت ومرحبا بكم كاملين وكاملات، وراني ماني مستثني بعد حد منكم، والله الا مرحبا بكم. تواجدكم هون هو دعم ذا المباشر، ووصل مرحبا وسهلا وهلا بكم. نقيسوا معنى ثاني، اعرف قدرك وقعد دونه، اعرف قدرك وقعد دونه. المعنى الاول المثل تواضع والباق، ولا تظاهر بانك شايط الناس بشي لتواضعت لها، إلا تواضعت لها وحذرت راسك لها، وانت من اهل الشموخ ومن الافاضل، يا غير يدور مليا لا يعلى قدرك، وتشرف وتحترم وتقدر وتمون وتشيخ. من تواضع لله رفعه، ورحم الله من عرف قدره وجلس دونه. اثبت واستعقل وتكايس واعرف قدرك وقعد دونه. والله اللي مشكورين حتى، شكرا جزيلا لكم، والله اللي مشكورين حتى، جزاكم الله خيرا. نقيسوا مثل ثاني. المثل الثاني يقول اعطيه شبر يطام ذراع، اعطيه شبر يطام ذراع. شرح للفاظ الطامة الشي بمعنى حاصل بالعزلة ما كان معطيله. المعنى الأول للمثل ان خالق من الناس الطماع حتى لا تقرب
لا تقربوا توحل معاه، إلا عطيته شوية قبل لا يقلع منك شيء ما كنت عاطيه له. وإلا قعدت على حصيرة، على الحصيرة القدامية لا يتم لا يستاخر لين يلحق الحصيرة الورانية، ويعقب لا يمرقك خيمتك وبيتك وبلك، واعطيه شبر يطلع مذرع. لا إله إلا الله. كلام الأولين حقيقة الله إلا حكم. الكلام سابق، المثل الحساني. المعنى الثاني للمثل: إذا عدت اللي مقامك كبير ومحترم وفضيل ودنكست على اللي أقل منك قدر والله صغر منك سن وعطيته وقت وتواضعت له، لا هي عقب لا يتصر عليك ويسفه عليك بك اللي عطيته شبر والطامة ذراع. معن حقيقة ذا ما يقدم اللي يعمم والله به اللي خالق اللي صغير في السن يا غير كبير في كبير في معناه وكبير في تخمامه مولي وفي عقله والله. مرحبا بكم وسهلا وهلا إخواني أخواتي جميعا، الله إلا مرحبا وسهلا وهلا. مرحبا بك صحراوي والله إلا مرحبا بك. حتى نقيسوا مثل ثاني يقول مثل أعقل من الكتوب. المعنى الأول للمثل المسألة المكتوبة وموفقة قد الفوتت من الزمن وقد لاحقت من القدم، لا يتم لا شاهد صادق وإثبات الحقيقة ودليل قاطع على صدق ذيك المسألة، ولا لاهي تنتسى بها اللي مكتوبة. والكتوب اللي هي المراجع اللي فيها العلوم كاملة، والكتوب هما العلماء اللي بيهم اتطورت الحياة ولحقت ذا كامل من الحضارة، والعلم نور والجهل ظلمة. العلم نور والجهل عار حق بعض. والفرق بين العالم والجاهل كبير، حتى قد اللي بين السماء والتراب، والعلم يبني والجهل يهدم. العاقل تستفاد منه الناس كاملة وتسمع آرايه، وهو اللي يفتح العقد والمشاكل، وهو اللي صالح ويلايم بين الأخوت والأحباب والجيران والناس، وينقال فلان ذاك عقل من الكتوب حق بعض. المعنى بمعنى حكيم رزين فهام صبار حاكم لسانه يضحك للناس كاملة وقابل للناس كاملة، عقل من الكتوب. وإلى أحضر الشيء يصلح ويبني المهدوم. ويخيط الجرح ويخبط ويقبض، ويخيط الجرح ويقبض أخلاق الغضبان، ويفرح المخلوع ويفهم الكبير والصغير، والفيسد اللي هو عكس العاقل ما يتافق ولا يخالط ولا يجاور ورايه ما ينفع ولا يروح العمارة. هذه هي المعاني اللي تعني ذا المثل اللي كنا متباركين مع شرحه. أعقد يعقبها اللارخي. أعقد يعقبها اللارخي. شكرا لكم جميعا إخواني أخواتي، والله شكرا، والله مشكورين جميعا على دعمكم جميعا. مشكورين حتى كلها بس راني ما مستثني منكم حد. صحراوية والله مشكورة حتى. الله إن شاء الله يكرمك، الله يكرمك. أصل وخيرت جزاك الله خيرا الله يطول عمرك. نقيسوا مثل ثاني. أعقد يعقبها اللارخي. المعنى الأول
المعنى الأول للمثل الشح والكظ بالزي غليظة والصعوبة في الأمور ما تتم على ذاك الحال. دوام الحال من المحال، لا بد لها من ترجع لحالها الطبيعي يحسن فيك يعني وترتخى وتهيان وتسهال وتنقبض بالشور يعقبها اللارخي. يقول المؤلف في تضمين ذا المثل، المؤلف اللي هو اعتذر نعتذر لكم نعتذر لكم يا إخواني أخواتي، والله اللي معتذر لكم حتى بي الشبكة. مع الأسف الشبكة لا بد لها من أعتذر لكم يا إخواني أخواتي، أراني معتذر لكم حتى، وشاكرك صحراوية، شاكرك حتى على ذا الدعم، الله يطول عمرك، وشاكر جميع اللي تواجد في ذا المباشر. حقيقة الشبكة ضرك ما هي مساعدتني، ونعتذر لكم ولا هي ننهي المباشر إلى حلقة ثانية بإذن الله تعالى. أضرب لكم موعدا قادما بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الذي لا تضيع له الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.